السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. في خطوة قد تشكل تحولا كبيرا في تاريخ نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أصبح هشام يتمنى رئيس النادي قريبا من إتمام اتفاق تاريخي مع شركة نايكا العالمية المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية. وحسب معطيات صحفية فإن المفاوضات التي جرت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الرئيس الودادي هشام يتمنى ومسؤول شركة نايكا العالمية تشير إلى أن الوداد الرياضي قد يوقع عقدا رسميا مع الشركة المذكورة سلفا بدءا من صيف سنة 2025 المقبلة، ويتوقع أن يمتد هذا العقد مدة 4 سنوات كروية ليحل محل العقد الحالي مع الشركة الإيطالية ماكرون التي تصنع الأقمصة الخاصة بالنادي في الوقت الراهن. في خبر آخر، توصل طه مريد حارس الوداد الرياضي لكرة القدم لاتفاق رسمي مع نادي بورغوس المنتمي لأندية القسم الثاني الإسباني للانتقال إلى صفوفه بعدما تعذر عليه ضمان مكانته بالفريق الأحمر. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن طه مريد سيسافر إلى إسبانيا للخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي لعقد انضمامه لنادي بورغوس في الميركاتو الشتوي الحالي. وأضحى طه مريد الحارس الخامس للوداد الرياضي لكرة القدم بعد كل من يوسف المطيع وعبد العالي المحمدي وعمر أقزد وأبو بكر باه، علما أنه كان في فترة سابقة يعتبر الحارس الثاني في صفوف الفريق الأحمر. في خبر آخر، باشر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم اتصالاته لجس نبض أيوب الكعبي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأحمر خلال مشاركته في مونديال الأندية بأمريكا الصيف المقبل. وكشف مصدر مسؤول أنه في حالة موافقة الكعبي على المشاركة مع الوداد الرياضي في مونديال الأندية سيتم فتح قنوات التواصل مع ناديه أولمبياكوس اليوناني للاستفادة من خدماته لشهر واحد على سبيل الإعارة. ورخص الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة بكأس العالم بالتعاقد مع 5 لاعبين بنظام الإعارة لشهر واحد خلال فترة الانتقالات الاستثنائية بين فاتح وعاشر يونيو المقبل. في خبر آخر، أكدت مصادر صحفية أن رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم هشام يتمنى دخل لمفاوضة اللاعب المغربي سفيان بوفال بقوة لتعزيز صفوفه استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس العالم للأندية المبرمجة في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية. ويرغب رئيس الوداد الرياضي هشام يتمنى في تدعيم صفوف الفريق الأحمر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بضم بعض الأسماء التي لعبت وتلعب مع المنتخب المغربي بالنظر إلى خبرتها في مثل هذه المسابقات.